السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزة تعملي الكيك بالارتفاع ده وبالشكل اللي احنا شايفينه ده، مسامه حلوة كده وعالي جدا وطري جدا، اللهم بارك. وشايفين معايا فاتح ازاي ومن قلبه اسفنجي، وكمان تحسي كده ان انتي بتاكلي كيك اسفنجي. يبقى لازم تتبعي كل الخطوات اللي هنقول عليها. ويلا نسمي بالرحمن ونشوف هنعمل الكيك بتاعنا ازاي. هنعمل الكيك النهاردة بطريقة سهلة، وهنجيب شفشق الخلاط وننزل فيه ب3 حبات من البيض. ولازم يكون طبعا بدرجة حرارة المطبخ علشان الكيكة بتاعنا ما تهبطش وتنفش معانا في الفرن على طول. هننزل كمان بكوب من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة، ممكن يمشي معاكي من كوب لكوب وربع من السكر. انا حطيت كمان كوب من الحليب، والحليب لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش يبقى بارد من التلاجة. كل المكونات اللي هنحطها لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنضيف باكت من الفانيليا، وطبعا لو فانيليا برتقان هتديكي تعزز معاكي اللون وتخلي الشكل زي ما انتي شايفة كده. نزلت على طول ادت اللون الاصفر الجميل ده، وهتخلي الكيك ريحته وطعمه تحفة جدا. هنبتدي نضيف الزيت. الزيت عندي نص كوب، ممكن يمشي معاكي لحد كوب الا ربع. بس انا بقلل طبعا من المواد الدهنية على قد ما اقدر، فخليته نص كوب وهيطلع تحفة جدا. هنضرب المكونات بتاعتنا في الخلاط لحد ما السكر بتاعي يدوب، وبعد كده كمان اللون يفتح معايا جدا، وهنشوف مع بعض زي ما احنا شايفين. ده اللون اللي انا عايزاه، وده شكل الخليط بتاعي. وطبعا لازم ننوه ان الكوب اللي بنستخدمه هو نفس الكوب اللي يعني المعيار اللي احنا بنستخدمه. لازم يبقى هو كل مرة السكر والحليب والزيت وكمان الدقيق، لازم نستخدم نفس الكوب. ما يكونش مختلف علشان الكيك بتاعنا يطلع ناجح. هضيف عصير ليمونة، ودي بتدي طراوة جدا للكيك. هضيف كمان معلقة واحدة من الخل، بتدي هشاشة للكيك. وهضيف عصير نص برتقانة كده، بتعزز معايا النكهة بتاع الكيك، لان احنا عاملين كيك برتقان، بيدي تست حلو جدا وبيعزز معايا اللون والنكهة كمان. قلبت كل المكونات كده، وهبتدي بقى اجيب المكونات الجافة. عندي كوبين ونص من الدقيق منخول، وعليهم ضفت معلقة واحدة من النشا، بتخلي الكيك معايا ما يهبطش اثناء التسوية. وضفت معلقة كمان من الكيك شيف او البيكنج باودر، اي نوع بتستخدميه. ونبتدي نمكس كل المكونات كلها كده مع بعض لحد ما معلقة الدقيق. وهننزل بقى بالدقيق خطوة خطوة كده، واحدة واحدة بالتدريج على الخليط بتاعنا السائل. ما ينفعش نضيف طبعا الدقيق مرة واحدة، لازم نضيف شوية كده، وبعد كده نضيف معلقة معلقة علشان نشوف كمية السوائل عندنا هتستوعب الدقيق كله، ولا ممكن يتبقى منه معلقة أو 2. شايفين معايا اللهم بارك. لازم تضيعي كده الدقيق اللي انتي نزلتيه قبل ما تنزلي بالكمية المتبقية بالشكل ده، وتقلبي كويس جدا لحد ما تختفي معاكي كل التكتلات. اللهم بارك. من احلى الكيكات اللي هتعمليها، ناجحة جدا ومقاديرها مظبوطة وطعمها وقوامها في منتهى اللذاذة. شايفين معايا اللهم بارك. معلقة الخل بتدي هشاشة كده، وبتحسي ان انتي الخليط بتاعك فوم كده وخفيف وتحفة جدا. كل المكونات عندي بتكمل بعضها. معلقة الليمون بتدي طراوة جدا للكيك، مهما قعد بيفضل طري جدا. ضفت بقى في الاخر كده قشرة برتقانة، مغسلتها كويس جدا وبشرتها بالمبشرة. اخدت اللون الاصفر بس، وبعدت تماما عن اللون الابيض علشان ما يسببش مرارة للكيك. لازم اجيب بقى السباتيولا بتاعتي كده واقلب الكيك كده من الجناب، واتاكد ان مفيش اي دقيق كده مختفي في اي مكان. هجيب الصينية بتاعتي بقى، صينية ألمونيوم،
بطنتها كده بفرشة من الزيت وعليها رشة من الدقيق القاع والجوانب، وهسمي بالرحمن وانزل بالخليط بتاعي على الصينية زي ما احنا شايفين. وفي الوقت اللي انا كنت بحضر فيه الكيك كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وهدخل الصينية بتاعتي على الشبكة رف اوسط واسيبها مش اقل من 35 دقيقة، مفتحش عليها الفرن. وبعد 35 دقيقة اختبرتها وهنشوف مع بعض ده شكلها اللهم بارك. خرجت معايا كده، ما بفتحش الشواية الا لما الكيك بتاعي يرفع خالص. لو حسيت ان الوش محتاج لون بفتح الشواية عليه ياخد لون خفيف ونعمل له التست كده. بسم الله اللهم بارك، الشيش طالع نظيف جدا، يبقى الكيك ناجح وتحفة جدا. هنبتدي اللهم بارك زي ما احنا شايفين شكله حلو قوي. هنجيب بقى السكينة ونقطعه، لازم نسيبه يبرد على الأقل كده ربع ساعة تلت ساعة. كل ما يبرد هيديكي نتيجة أفضل في التقطيع، بس أنا طبعا ما بصبرش كل مرة وببتدي أقطعه بعد 5 دقايق بالكتير، وهنشوف مع بعض النتيجة. ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. نطلع قطعة كده، شايفين تحفة جدا. الارتفاع ما شاء الله تبارك الرحمن عالي جدا. الكيك هش وخفيف وكمان لونه حلو وفاتح جدا. من عوامل نجاح الكيك انك تستخدمي سكر ابيض وكمان زيت نظيف وكوب من الحليب، بيدي هشاشة وبيدي بيخلي الكيك ابيض جدا ولونه فاتح، وكمان بيبقى خفيف وطعمه مميز جدا. النهاردة حبايبي عملنا كيك الشاي العادي، الكيك اليومي بطريقة سهلة جدا وبسيط ومن غير أي مجهود. كيك في الخلاط سهل جدا. شايفين معايا اللهم بارك ارتفاعه، شايفين قد ايه هش ولونه فاتح وأبيض ومسامه كده جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، وريحته خطيرة جدا جدا. عشان الكيك بتاعك يطلع ناجح لازم تلتزمي بالخطوات كلها. تجيبي المكونات بتاعتك تكون كلها بدرجة حرارة المطبخ، البيض الزيت الحليب، وتبتدي بقى تنخلي الدقيق بتاعك مرة واتنين، وتحضري كل المكونات بتاعتك وتشغلي الفرن قبلها علشان يسخن معاكي. أول ما يدخل الفرن يرتفع على طول. معلقة الخل ما تنسيهاش، محسن كيك ممتاز بالدرجة الأولى. وفي نفس الوقت معلقة النشا اللي احنا حطيناها بتخلي الكيك ما يهبطش بعد ما يرفع. كمان الحليب والسكر لازم يكون أبيض علشان يدي لون فاتح للكيك ويطلع معاكي لون وشكل وريحة وما يهبطش ويطلع. كل الخطوات بتاعتك تكون ناجحة وتاكلي أطعم وألذ كيك بمنتهى السهولة. وإن شاء الله تعملوه وتجربوه وتاكلوه بالهنا، وربنا يحسن ما بين إيديكم. ويا رب النهاردة الفيديو البسيط عن الكيك يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت حلو زيكم، وسبسكرايب للقناة وشير كتير علشان الكل يستفيد. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم حبايبي في حفظ الله وأمنه.